اهلا وسهلا بيكم. النهارده باذن الله هيكون فيديو جديد في القناه. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوف محمد علاء انزل اشترك وحط لايك. الاشتراك واللايك مش بفلوس والله يا جماعه، انت بتدعمني بس مش بفلوس. اوكي. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي جدا، وهو اني هتكلم على موضوع مهم ويخص الشباب كلها. يخص الشباب كلها، وبالتحديد الفئه اللي هي من 15 سنه لحد 35 سنه، في الرينج ده مثلا يعني. النهارده طالع اتكلم معاكم في موضوع مهم، وهو موضوع الخيال. يعني ايه خيال؟ او الخيال من تعريفي انا، مش تعريف مش موجود في الكتب، ولكن هو تعريف من وجهة نظري، ان انت بتشوف حاجة غير مرتبطة بالواقع. هو ده الخيال. يبقى الخيال اني بشوف حاجة او بتخيل حاجة مش موجودة في الواقع. انا بتخيل مثلا اني بلعب في نادي برشلونة، وانا في الواقع مش بلعب في نادي برشلونة. تمام. ولكن الخيال بقى، انا عارف ان هو انت قالوا لك ايه، تخيل عشان مثلا الخيال مش حاجه وحشه، وتخيل انك شخص ناجح، وتخيل وتخيل وتخيل. ولكن دايما في مبدأ لازم تمشي عليه، وهو ان زاد الشيء عن حده انقلب لضده. يعني ايه الكلام ده؟ هفهمك اكتر. انت دلوقتي مثلا بتتخيل، يعني انا كمحمد علاء بتخيل مثلا اني بقيت يوتيوبر مشهور بقى، وعندي ملايين المشتركين، وعندي مشاهدات بالمليارات ومعرفش ايه. ولكن في الواقع الكلام غير كده خالص. طيب، الخيال مش وحش، ولكن ان انت فضلت تتخيل الحاجة ان هي تبقى بشكل واقعي اكتر، او ان انت تتخيل حاجة بشكل كبير، تمام، ده هيحط في دماغك ان انت فعلا وصلت للحاجة دي، فيخليك ما تشتغلش. انا عارف، انا بص هرجع واعيدها لك وازيدها لك 100 الف مرة. ان انت تتخيل النجاح، وانك تتخيل الشهرة، وانك تتخيل الكلام ده في نطاق المحدود. في نطاق المحدود يعني ايه؟ ما مسرحش بخيالي بقى، فاهم، وافضل 24 ساعه وما اشتغلش وما نزلش فيديوهات. انا بتكلم على اليوتيوب. هنفرض كرياضي مثلا، لو بيج رامي مثلا، هنجيبها على البيج رامي. البيج رامي مثلا لو كان فضل يتخيل ان هو بياخد مستر اولمبيا وما اشتغلش، هل كان هياخد مستر اولمبيا؟ اتحداك. لا. الشغل لازم يكون نسبته اكبر من نسبة الخيال بكتير. انا زي ما قلت لك، الخيال ده بيكون في الدماغ، ولكن هو لا يمس الواقع بشيء. لازم نسبة الخيال، او انك خيال انك ناجح، او انك اتشهرت، او الى اخره، تكون نسبة ضئيلة 10%، 15%، ما تزيدش. ولكن الباقي يبقى شغل في الواقع عشان توصل للهدف اللي في دماغك. فهمت الفكرة؟ بلاحظ شباب كتير جدا يقول لك ايه، يا عمي انا مثلا الخيال كويس وبيعيشك في حلم وما اعرفش ايه. هو الحلم زي ما قلت لك كويس وكل حاجة، ولكن بنسبة محدودة، بنسبة معقولة. ما ارفعش قوي، فاهم، ما تخطاش النسبة اللي زي قلت لك عليها قوي. ليه؟ لان لو تخطيتها خلاص مش هشتغل. مش هنزل فيديوز، مش هنزل اي حاجة في الدنيا. فهمت الفكرة؟ فلازم انت كشاب تكون واعي بالنقطة دي وفاهمها كويس جدا. فاهمها كويس جدا قبل ما عمرك يفوت. انا عايز اقول لك، يوم يجر شهر يجر سنة. ما تعرفش يعني. انت كنا في 22، فاهم، تلاقي نفسك كنت بتحط في اهداف انت النهارده في شهر، في اخر واحد 23، يعني شهر كامل عدى من السنة الجديدة. انت فاهم؟ يعني الايام حرفيا بتجري، ما عندكش وقت انك تتخيل. ما فيش وقت. ما فيش والله العظيم ما فيش. انت لو في ثانويه عامه دلوقتي، ما فيش وقت انك تتخيل. ما فيش خلاص. ما اعتبر ان انت يعني مش هنفول عليك يا عم. اعتبر ان مثلا انت مثلا واحد هتموت بكره، فاهم. فلازم تكون مركز كويس قوي في النقطه دي، سواء مساعده للكادر. اوكي. فلازم تكون مركز قوي في النقطه دي. خلاص. حته ان انت تتخيل بقى والكلام ده، زي ما قلت لك بنسبة قليلة جدا، ولكن الأغلب في الواقع إنك تكون شغال ودايس على نفسك وهاري نفسك. هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتوصلك للحلم اللي في دماغك. لكن هتقعد تحلم، طب احلم بقى من هنا لبكرة. هي الأحلام هتفضل أحلام، هي مش ملهاش علاقة بالواقع، فاهم. لكن الواقع هيعرف الناس كلها ايه اللي كان في حلمك. انا ما اعرفش ايه اللي في دماغك، ولا انت تعرف ايه اللي في دماغي، ولكن لما يتحقق في الواقع هتلاقي كله بيعرف، وكله عارف ان محمد علاء نجح، محمد علاء مش عارف ايه. فاهمني؟ والكلام ده برضه ليك، والكلام ده ليكي. فاهم؟ انا ما اعرفش مين اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي، ولكن انا كلامي موجه وصريح وواضح. ما ينفعش نسبة انك تتخيل وتقول مش عارف ايه تزيد عن النسبة المحدودة. لازم تكون نسبة قليلة جدا. الأغلب لازم يكون شغل. لازم تتغلب على الكسل. لازم تتغلب على إنك مكسل تشتغل، أو إنك مكسل تنزل فيديوز، أو مكسل إن أنت تقوم تتدرب، أو إلى آخره، على حسب الشغل، أو على حسب الحاجة اللي أنت بتأديها، أو على حسب الحاجة اللي أنت نفسك توصل لها. فاهم؟ الشغل لازم يكون نسبته عالية في كل شيء. في كل شيء حرفيا حرفيا يعني.
بس يا شباب ده كان فيديو النهارده، يا ريت بقى لو الحلقه عجبتك تنزل تشترك وتحط لايك، والسلام عليكم.